تيجي نتكلم هنا عن حالة بتسكرول على موبايلها وتلاقي الدكتور اللي هيولدها سافر مؤتمر الحقيقة وفي مصيف، فتروح تصيح لجوزها مين اللي هيولدني وهي أصلا لسه في الخامس. وهو عشان يخلص من زنها أصلا الدكتور بتاعها راجع بعد يومين. بس هرمونات الحمل ضاربة عندها فوق شوية، فيبدأوا يدوروا سوا على دكتور احتياطي. وعشان هي فاكرة إن الدكتور بيقعد يشد في البيبي ويعافر معاه، دورت على دكتور يكون جسم كده وممكن يكون بيروح الجيم. والقاعدة الثابتة عندنا في الولادة اسمها wait and see، وهي إننا بنتفرج على البيبي وهو خارج مع شوية تشجيع بسيط كده للست عشان تطلق. الحقيقة إنه مش بيكون بسيط قوي، واحنا فعلا طول الوقت كده مش بنعمل حاجة. لا طبعا بنتدخل في حالة ضعف أو توقف الطلق، بندي تحفيز مع متابعة بجهاز سي تي جي عشان نقيس بيه نبض الجنين. والوقت اللي ما بيحصلش فعلا تحسن بنقرر قيصرية فورا. ولو اتكلمنا هنا عن الخطر اللي بجد، إنه يحصل للبيبي حاجة اسمها فيتال ديستريس. البيبي خلاص ما عادش قادر يتحمل، وصل لمرحلة محتاج يتولد حالا. وقتها بنجري على عمليات، وأي تأخير بيبقى كارثة حقيقية. عارف انت العيل الرخم اللي دايما بيظهر في السونار بالعرض أو بالمقعدة؟ أيوه هو ده بالظبط، بنفتح عليه وبنولده قيصري. سمعت قبل كده دكتور قال لحالة في انفصال في المشيمة سواء جزئي أو كلي، وقتها مش بيبقى فيه مجال كتير للنقاش. عارفين يعني ايه المطبخ بتاع البيبي اتهد؟ يعني لازم يخرج حالا. وبرغم ان انا بشجع الولادة الطبيعي جدا، بس عاوزة اقول لكم ان الولادة معانا بيبقى حاكمنا فيها الوقت، والاجراء المناسب ما ينفعش اتمسك بالطبيعي لاخر لحظة. والولادة متعسرة عشان ما يحصلش انفجار للرحم. طب تيجي اقول لكم على لفظ غريب جدا سمعته، لفظ القرن طش. المقصود بيها ان المية نزلت. طيب لو المية نزلت في وقت غير وقت الولادة وما حصلش طلق، وقتها بندي محفزات. ولو مفيش تقدم في الولادة، وقتها برضو ممكن تولد قيصري عشان نتجنب حدوث عدوى سواء للأم أو للطفل. وعلى قد ما الأم بتكون مبسوطة إن هي حامل في توأم، على قد ما هي لازم تاخد قرار القيصرية بدون أي تفكير. واللي عاوزة أقوله في النهاية إن عامل الوقت والقرار المناسب كافلين جدا إن هما ينقذوا حياة الأم والطفل. لو البوست عجبكم اعملوا لي فولو.